بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي إليكم إخوتي وأحبتي في الله، أتمنىكم في صحة وعافية إن شاء الله. اليوم جبنا لكم خبر عن المهاجم المغربي الشاب المتألق عبد الصمد الزلزولي، مهاجم ريال بيتيس وبرشلونة سابقا، حيث في آخر الأخبار أكدت تقارير صحفية إسبانية أن اليوم الثلاثاء أن برشلونة تلقى صدمة كبرى بسبب مستقبل المغربي عبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس وكذلك برشلونة سابقا، حيث أن الزلزولي كان قد انتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس بما يقارب 7.5 مليون يورو، مع الاحتفاظ فريق برشلونة بنسبة 50% من عائدات اللاعب إذا ما انتقل إلى نادي آخر بمبلغ أكبر من المبلغ الذي بيع إليه. وهكذا كانوا يطمحون في يعني الخروج من الأزمة المالية إذا تم بيعه بثمن أكبر، لكن الزلزولي ومدربه مدرب فريق ريال بيتيس بيليغريني يبدو أن الأمور بينهم غير واضحة، والأمور بينهم شيئا ما متشنجة، مما جعل المدرب ريال بيتيس بيليغريني يتخلى عن خدمات اللاعب ولم يستدعه، وكذلك في مشاركاته لم يشارك إلا دقائق قليلة مع فريقه ريال بيتيس، كما شكى ذلك المدرب وقال بأن اللاعب أصبح بطيئا شيئا ما ولا يقدم عروض كبيرة في المباريات القليلة التي سبقت هذا الأسبوع، مما أدى إلى يعني تشنج الوضع، وأن اللاعب أصبح يعني معرضا للبيع إن أراد أي فريق التعاقد معه. ويبدو أن الفريق الذي يهتم حاليا بخدمات اللاعب هو فريق ميلان الإيطالي، حيث وضع اللاعب على رادار هذا الموسم للتعاقد معه نهاية هذا الموسم إن شاء الله.